السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم عالم خديجة أم وديع، فيديو جديد ووصفة جديدة. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا معايا او بالنسبة لوصفتنا فغادي تكون صراحة بدي سهلة يعني سهلة بزاف، وفي نفس الوقت غادي تكون واحد الوصفة اللي هي لذيذة وبزاف يعني للعشاق البطاطا. كيف كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه لوصفتنا فغادي نحتاج هنايا البطاطا. بالنسبه للبطاطا الكميه كتبقى بحسب يعني الاشخاص اللي غادي يتناولوا هذه الوصفه. فبالنسبه لي انا كيف شفتوا معايا انا خديت هنا كيلو ديال البطاطا اللي يعني نقيتها من قبل ودرتها يعني في واحد الاناء، درتها مع الماء وقطرات من الخل. غادي نبدا نقطعها كيف كتشوفوا معايا هنايا قطع. نحاول انني نقطعها قطع مربعات هكذا. بالنسبه للقطع حاولوا انكم يعني ما ديروش مربعات صغار، حاولوا ان القطع ديالكم يكونوا هكذا شويه يعني متوسطين، ما ديروهمش صغار بزاف باش يبقاو هكذا. حنا بغيناهم يبقاو باينين في الوصفه كيف هو موضح لكم في الصوره. يعني غادي نقطع الكميه اللي عندي كامله كيف كتشوفوا معايا هنايا. بعد ما كملت انا الكميه اللي عندي كامله ديال البطاطا، خديت هنايا على جنب مقله او واحد الاناء درته فوق النار اللي درت فيه كاس عفوا نصف كاس من زيت نباتيه. خليتها حتى سخنات وغادي ندير فيها الكميه اللي عندي البطاطا كامله، ومن بعد غادي نبدا نقلبها كيف كتشوفوا معايا، ولا بدا يعني كنقلب فيها هكذا. نستعمل هكذا مغرفه خشبيه او سباتول، نبدا يعني نقلب فيها حتى كتاخذ اللون يعني كيف شفتوا معايا. يعني كتاخذ واحد اللون اللي هو يعني كتحمر هكذا واحد شويه، وفي نفس الوقت كتبان لكم يعني بدا كيدخلها الطياب. يعني ديروا النار تكون متوسطه، يعني ما ديروش النار اللي تكون مجهده باش ما تحرق لكمش البطاطا. كيف شفتوا معايا انا بعد ما يعني خدت اللون اللي انا بغيت غادي نحيدها. انا خديت هنايا واحد المغرف اللي يكون هكذا يعني باش نقطر ديك الزائد ديال الزيت. من الاحسن ان المغرف هكذا يكون هكذا مثقب باش كيتصفى الزائد ديال الزيت. انا بعد ما حيت الكميه اللي عندي البطاطا كامله، نفس المقله ديك الزيت اللي بقات ليا زدت فيها هنايا حزمه صغيره ديال السلق اللي قطعته رقيق كيف كتشوفوا معايا هنايا. غادي نضيف عليه ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وغادي نضيف عليه الملح كيبقى بحسب الذوق، يعني نضيفوا غير واحد الكميه اللي هي قليله. فانا ما درتش هنا كميه السلق كثيره، فلهذا يعني ضفت ربع ملعقه صغيره من الملح عفوا. صافي غادي نبدا نقلب فيه كيف كتشوفوا معايا. وكيف كنعرفوا ان هذه الخضر الورقيه ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب دغيا، يعني كيدخلها الطياب، ومن الاحسن اننا ما نطيبوهاش بزاف باش كيبقاو فيها الفوائد نتاعها. هنايا بعد ما طاب السلق حيدته وخديت هنايا جوج بصلات كبار اللي دوزتهم انا في الهشوار، يعني اولا تقطعوهم رقاق يعني بحسب الرغبه ديالكم. الاهم انه يعني يكونوا هكذا يعني تقطعوهم رقيقين مزيان، ما يبقاوش هكذا يعني كبار بزاف القطع ديال البصله. ولا لاحظتوا معايا انا هنا نفس المقله يعني اللي درت فيها يعني اللي حمرت فيها البطاطا هي اللي درت فيها السلق، ودرت فيها حتى البصله وحتى الكميه ديال الزيت. يعني ديك الكميه اللي كتبقى هنا نتوما بالنسبه للزيت الا ما بقات لكمش في هذه المرحله فممكن تزيدوا 2 معالق ديال الزيت. هنايا كيف شفتوا معايا بعد ما يعني قليت شويه البصله ضفت عليها هنايا الفلفل الاحمر. هنا ممكن تضيفوا الفلفل الاخضر او الاصفر او لا تضيفوهم كاملين يعني بحساب اللي متوفر عندكم. يعني ماشي شرط انكم ديروا هذا اللي درت انا. صافي غادي نبدا نقلب مزيان او نخلط هاد المكونات مزيان وهي كتشحر يعني فوق نار اللي متوسطه حتى كتبان لي البصله مع الفلفل يعني بدا كيدخلوا للطياب ودبالو. من بعد هنايا غادي نضيف الملح. بالنسبه للملح فضفت نصف ملعقه صغيره من الملح، وضفت هنايا ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنايا عندي نصف ملعقه صغيره من الكمون، وهنايا ضفت ربع ملعقه صغيره من الكركم او الخرقوم اللي ممكن تعوضوه بالفلفل الاحمر او التحميره يعني بحسب الرغبه ديالكم واحد فيهم. هنايا ضفت واحد الكميه ديال الكفته او اللحم المفروم. بالنسبه للكفته هنايا فانا بالنسبه هنايا اللحم المفروم فكيبقى بحسب الكميه كتبقى بحسب الرغبه ديالكم. غادي نحاول نخلط هاد المكونات كلها مع بعض حتى كتبدا لينا هكذا يعني داك اللحم المفروم طاب مع باقي المكونات. هنايا غادي نضيف ملعقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال صلصه الطماطم اولا معجون الطماطم. كيف كتشوفوا معايا هنايا صافي يعني في هذه المرحله راه المكونات كلها عندي طايبه، فقط غادي نحاول يعني ندخل اولا نخلطهم مزيان مع هاد الملعقه اللي ضفنا في الاخير ديال الصلصه ديال الطماطم.
صافي. وكنطفي على هاد يعني تنطفي على الحشو ديالي على اناء هنا على جنب عفوا. خديت اناء درت فيه 3 ديال الحبات نتاع البيض. بالنسبه للبيض هنا يعني ممكن تزودوا الكميه الا بغيتو، ممكن تضيفوا 4 ديال الحبات ديال البيض بحسب يعني المول اللي غادي يعني ديروا فيه هذه الوصفه. هنايا بعد ما خلطت مزيان البيض كيف كتشوفوا معايا حتى انسجم مع بعض الصفر يعني مع البياض، غادي نضيف هنايا نص كاس ديال الكريمه اللي ممكن تعوضوها بنص كاس ديال الحليب يعني اللي كمتوفر عندكم، او لا تستعملوا ياغورت طبيعي. هنايا ضفت ربع ملعقه من الفلفل الاسود، والملح بطبيعه الحال كيبقى بحسب الذوق ديالكم دائما. غنخلط المكونات مزيان مع بعض. وهنايا خديت البصل الاخضر كيف كتشوفوا معايا، اولا البصله اولا ديك الحريف اللي دابا وقيتها هذه يعني متواجده بزاف في الاسواق. غادي نحاول انني نقرضها كيف كتشوفوا معايا، اولا نقطعها قطع اللي هما صغار بهذا الشكل يعني، وفي نفس الوقت يعني كيبقاو هكذا باينين. صافي هنا نخلطهم مزيان، يعني نخلط المكونات مزيان صافي. وغادي نوضع هذا الخليط على جنب ونخليه هنايا حتى غادي نحتاجو. بالنسبه هنا كيف كتشوفوا معايا خديت هنا المول اللي غادي ندير فيها الطبق. بالنسبه للمول فانا دهنته هنا بالزبده، يعني دهنته مزيان بالزبده، وفرشت ليه هكذا في القاعده بابي كويسون او لا ورق الطبخ، ودرت فيه تقريبا هنا عندي نصف كميه ديال البطاطا اللي عندي درتها كقاعده يعني هي الاولى. ومن بعد هنا غادي ناخذ الخليط اللي عندي ديال البيض كيف كتشوفوا، وغادي نحاول يعني حتى هو نقسموه على زوج، يعني نصف الكميه في الاول غادي نديرها مع البطاطا يعني كقاعده في الاول، والنصف الاخر غادي نخليه يعني كطبقه اخيره. بالنسبه هنايا للحشو يعني ديك البصله اللي كانت عندي مع اللحم المفروم يعني هنا بعد ما طابوا غادي نخوي الكميه اللي عندي كامله غادي نديرها هي يعني كطبقه ثانيه. غادي نحاول نوزعها كامل يعني فوق البطاطا حتى كنغطي بها البطاطا كامله. هنايا غادي ناخذ السلق اللي عندي حتى هو اللي سبق وحضرته معكم صافي، حتى هو غادي نحاول نوزعو فوق يعني الحشو اللي درت اولا الطبقه الثانيه. وهنايا كطبقه واحده اخرى اللي غادي ندير فوق السلق اللي هي الجبن. بالنسبه للفرماج هنايا اولا الجبن فانا استعملت هذا الجبن ديال الساندويتشات اللي هكذا مربع قطعته يعني كل مربع قطعته على زوج. ممكن تستعملوا الموتزاريلا اولا تستعملوا هكذا الفرماج الاحمر تحكوه يعني بحسب الرغبه ديالكم. هنايا خديت الكميه اللي بقات عندي ديال البطاطا درتها من الفوق وحاولت حتى نوزعها فوق الطبقه ديال الفرماج اولا فوق الفرماج اللي درت هنايا. وغادي ناخذ الكميه اللي بقات لي ديال البيض اولا خليط البيض غادي نوزعو حتى هو من الفوق كيف شفتوا معايا. ودخلت يعني الطبق ديالي الفرن وخليته حتى تحمر تقريبا. هنا ما كياخذش الوقت بزاف يعني دخلته الفرن سخون تقريبا هنا خد لي 15 دقيقه بما يعني داب الفرماج وتماسك لينا البيض اولا طاب البيض اللي درنا الخليط نتاع البيض يعني هو اللي ما طايبش. ما باقي المكونات كلهم فهما راه طايبين كيف شفتوا معايا. صراحه كيجي طبق اللي رائع جدا ولذيذ واقتصادي صراحه، راه يعني كيحماقوا عليه الدراري الصغار وحتى الكبار. هنايا بالنسبه حتى الوليدات اللي ما ياخذوش لينا هكذا السلق او اللي ما كيبغوش الخضروات فممكن يديروهم ليهم هنايا كحشو من الداخل. صراحه صدقوني وصفه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه. وكيف شفتوا معايا مكونات اللي هي يعني تقريبا كلشي كيكون متوفر عندنا في المنزل و يعني سهله التحضير. نتمنى اني وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. فيديو اليوم وصل للنهايه ديالو، ما بقى لي الا نودعكم. الامل اللقاء بكم في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.